أمة اليوم تحقر العبقرية، تحقر الذكاء، تحقر النبوغ، إلا ما رحم الله. اليوم أقل لاعب كرة أشرف من أكبر عالم عندنا. من يعرف اليوم علماء الإسلام الحقيقيين أيها الإخوة الكبار؟ من يقدرهم إذا عرفهم؟ من يعرف فلاسفة العرب اليوم؟ مفكري العرب الكبار، الشخصيات النابغة النابهة وهي قليلة، من يعرفها؟ من يقدرها؟ لما مات مترجم القرآن إلى الإنجليزية يوسف علي رحمة الله عليه الهندي، أعظم ترجمة على الإطلاق إلى الإنجليزية ترجمة يوسف علي. يوسف علي مات في لندن في شقة صغيرة جدا أيها الإخوة، تكاد تأكله أغراضه وأشياءه وأمتعته، ولم يوجد مال يدفن به، فتبرعت الحكومة البريطانية لدفن الرجل. أمة محمد ما شاء الله علينا، أمة ذكية عجيبة تحترم علماءها وقادتها. يوم مات المحقق المصري العظيم محي الدين عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه، محقق التراث النحوي الصرفي، العالم الذي كتب كتابات وحقق تحقيقات غير مسبوق إليها رحمة الله تعالى عليه. صيوان العزاء، سرادق العزاء، كان فيه أنفار يعدون على أصابع اليد أيها الإخوة، واتفق سبحانه بحكمة الله التي تريد أن تهزأ منا وأن تسخر منا، أقامت منا مسخرة ومسرحية لاهية كوميدية أيها الإخوة. إلى جاره مباشرة، إلى جانبه جار له أيها الإخوة كان مغنيا، مغني سينجر، مات. قال لك الناس لا يجدون ما يجلسون، يعزون وقوفا، يأكل بعضهم بعضا. يقول لك أمة محمد بخير، أي أمة محمد في انحطاط رهيب. يوم أقل لاعب كرة قدم والله العظيم أكبر من أكبر فيلسوف وأكبر من أكبر علامة وأشهر، ولا شوف المغنيين والمغنيات هذول، ولا مش صحيح؟ اليوم تعال قول جاء الدكتور فلان، العالم فلان، الفيلسوف فلان يلقي محاضرة، كم يأتي؟ 500 600 ألف 2000. لكن جاء فلان الفلاني، علان العلانية المغنية، عشرات الألوف، لو اتسع المسرح مئات الألوف، وبعضهم قال يغمى عليه إلى جحيم الله، إلى جحيم الله يغمى عليه، يفقد الوعي من شدة الوجد الفني. فن هابط، شخصيات هابطة، لا أصوات، لا موسيقى، لا أداء، لا لحن، لا شيء، هبوط.